في حياتك العمليه وفي حياتك المهنيه، واكيد كل ده في الاخر هيرجع لمصلحه نادي الزمالك. مره ثانيه بشكر سياده المستشار مرتضى منصور، وان شاء الله باذن الله الخطوه دي خطوه لن ينساها التاريخ، واحنا يعني متفائلين خير ان احنا باذن الله هتبقى خطوه مهمه جدا بالنسبه لنا. انا بس عايز اقول، هو ميدو بيتكلم انا كنت بعمل كده، ده معناه ان انا هزاز رؤوس. يعني واحد بيتكلم وانا موافق على كلامه اعمل له كده، ولا اديله بنيه في وشه، ولا اعمل كده؟ زي ما قلت قبل كده، اتعلمنا الثقافه دي من المحاكم. لما بتترافع قدام القاضي وبتتكلم في القانون، سياده القاضي الجليل ودايرته بيعملوا كده. احنا بس هنسمع الراجل هيقول لنا يقدم. لما بتترافع قدام القاضي وبتتكلم في القانون، سياده القاضي الجليل ودايرته بيعملوا كده. احنا بس هنسمع الراجل هيقول لنا يقدم.